ورقه من اوراق مدرب فريق دارنس، المدرب المساعد ياسر عرفات عبد الله. تنفذ الجانبيه، تقدم باتجاه مناطق فريق النصر داخل منطقه العمليات، وفرصه وهدف. هدف لصالح دارنس عن طريق البديل علي دخيل. البديل علي دخيل ينجح بتعديل النتيجه لصالح فريق دارنس. اذا هدف التعادل لصالح فريق دارنس. التعادل هدف مقابل هدف، تتغير لوحة الأهداف من جديد بهذه الطريقة. شوفوا كيف توغل كورته وأمام انطلاقة من انطلاقة اللاعب البديل رقم 25 أحمد الأجنب اللي لعب كورته على القائم الأول. انطلاقة قائد الفريق علي دخيل. العادة من جديد، هدف التعادل رأسية علي دخيل. إذا التعادل هدف مقابل هدف في حوار النصر ودارس المثير في شوطه الثاني. شوط أول سلبي على صعيد النتيجة، حضرت الإثارة والأهداف في الشوط الثاني. نشوف شو فيه من داخل الميدان، ولا تكون هناك بطاقة. يا ريت الزملاء يضعونها في الصورة. إذن حوار بين قائد الفريق علي دخيل وحكم اللقاء. إذا بطاقة حمراء لمن؟ إذا بطاقة حمراء لأحد لاعبي فريق دارنس. حنتعرف. إذا علي دخيل صاحب الهدف يسجل هدف التعادل ويغادر بالبطاقة الحمراء. إذا دارنس سيكمل الشوط الثاني بعدد 10 لاعبين بعد مغادرة قائد الفريق علي دخيل بالبطاقة الحمراء بعد إحراز هدف التعادل.